السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مطبخ زمان مع سهام. ازيكم حبايبي؟ وحشتوني. النهارده هعمل لكم فيديو المشتريات، وانا عارفه ان انتوا بتحبوا المشتريات، بتحبوا تطلعوا على كل ما هو جديد. طبعا انا دي المشتريات بتاعت الشهر اول الشهر اهو. هطلع حاجه حاجه اوريها لكم حبايبي. بصوا حبايبي، انا كل ما بلاقي حاجه فيها عروض بروح. طبعا انا جايبه من فتح الله، من كازيون، من الشيخ اللي في المنشيه. بسم الله الرحمن الرحيم. هبدا بقى حبايبي اقول لكم. انا انتوا عارفين ان انا بحب اجيب مكرونه. انا جايبه 4 كيلو مكرونه حبايبي، جايبه عقل وجايبه سباكيتشي نصين، عشان كان عندي كيلو من الاول ما جبتش تاني، يعني نوع تاني. وجايبه شعريه، كيلو شعريه وكيلو لسان عصفور. طبعا بتقعد عندي لسان العصفور والشعريه بتقعد ايه زي شهرين كده حبايبي. وجايبه بصاره، هنعمل له يوم بصاره ان شاء الله. وده ذره فشار. ماشي حبايبي. عايزه اقول لكم جبت ايه تاني. جايبه 2 كيلو دقيق لجميع الاغراض، اعمل بيه اي حاجه. لازم انا بحب يبقى عندي كده في البيت. كل شهر اجيب ال2 كيلو دقيق، اعمل عيش بالبسطرمه، اعمل باتيهات، اي معجنات لازم يبقى عندي دقيق. وجبت حبايبي نص عدس بجبه، وجايبه عدس اصفر للكشري وكده. طبعا نفسنا هفتنا على الفاصوليا من زمان، ما بنعملوش الحاجات البقوليات دي، مع ان الفاصوليا والحاجات دي فيها قيمه غذائيه جامده قوي للي جربها يعني. بصوا حبايبي، جبت ازازتين زيت عجبوني، مرجانة دي كانوا في العرض حلوين. وجبت علبة صلصة. طبعا انتوا عارفين الصلصة الطماطم غالية دلوقتي، يعني حتى لونها مش احمر قوي، ممكن احط معلقة على وانا بطبخ حبايبي. وجبت لوبيا ومعين سودا. وكيس الملح بتاع التوفير اللي انا بجيبه يعني كل ما بيخلص بجيبه، حلو قوي. وطبعا ال3 كيلو رز، انا جايبه 3 كيلو رز. انتوا عارفين ان انا في الشهر بستهلك بجيب 5 4، بس هو استهلاكي زي 3 كيلو. جايبه كل كيلو لوحده عشان لو عملت محشي ولا حاجه ابقى عارفه المعيار يا حبايبي. وجبت شويه مرقه زي ما انتوا شايفين كده، ده من بيت العطاره عندنا في ميامي، حلو قوي. وجبت علبتين سمنه عاملين عرض، كيلو ونص عامل 105، حلو قوي. انا على طول بجيبها تبقى عندي الصبح. الشهر اللي فات كنت جايبه كريستاله وحاجه تانية باين، المره دي جايبه هانم وكريستاله، عجبوني برضك دول في العرض. وجبت ايه تاني حبايبي؟ وجبت كنت في فتح الله، روان راحت فتح الله جايبين. جبت ربع فلفل اسود وربع كمون، بحبهم يبقوا عندي في البيت. وجبت بهارات البطاطس المقليه تبقى حلوه. جايبه كيلو شاي يا حبايبي، انتوا عارفين ده نوع جديد اسمه استكانه، ده نوع جديد حلو كمان. جايباه من الشيخ اللي في المنشيه تاجر جمله. يعني لما بلاقي حاجه فيها فرصه كده انا بجيبها يعني. ماشي يا حبايبي. بصوا هقول لكم على حاجه تانية جبتها بردك من كازيون. كنت في كازيون، دي اكياس نسكافيه يا حبايبي. الباكوين دولت عاملين وفره 10 جنيه. جبتهم فضيتهم في البرطمان، عملوا وفره 10 جنيه في البرطمان عن البرطمان. دول جبتهم وفضيتهم حبايبي. وجبت لقيت حلو جلاش، جبت نص كيلو. وجبت طبعا قالب الزبده ده الفرن فيه وفره 10 جنيه بردك. الحاجه اللي بلاقي فيها وفر بجيبها من كازيون يا حبايبي. وفتح الله بردك لقينا انا بعز المخلل قوي، وبعمل المخللات ما اقولكمش. بس بنتي بقى بتحب ايه المخلل المشكل ده، فاضطريت اجيب لها الباكو دوت البرطمان ده جبته لها. ودول ازازتين الخل اللي انا متعوده بجيبهم كل شهر. ماشي يا حبايبي. وده معجون سنان، وده معجون سنان سجنة طبعا جبته.
دي مشتريات، وجبت كلوركس الوان للالوان. دي كل مشتريات الشهر. وجبت طبعا ايه مسحوق اوكسيد، دول عباره، بس انا فتحته، دول عباره عن 8 كيلو وفيهم كيلو هديه ب 370 جنيه. الحاجه اللي كنا بنجيبوها ب 50 وب 60 جنيه. ده اوكس حبايبي، طبعا انتوا عارفين اوكس نجيب وبينظف الغسيل. ودي كانت مشتريات الشهر ده حبايبي. ما رضيتش طبعا اقول لكم على الفراخ واللحمه وكده، دي مره تانية هبقى اصورها لكم ان شاء الله مع الخضار. ودي كانت المشتريات بتاعت شهرنا الشهر ده ان شاء الله. كل شهر وانتم طيبين، ويا ريت تجربوا وتجيبوا الحاجات دي تخزنوا. انا يمكن الشهر ده اشيل كيلو رز وكيلو، هعمل صندوق رمضان بقى، مش الحاجه اللي بتطلعيها، لا، انا جايبه صندوق كل شهر الحاجه اللي هتفيد مني، الاقي حاجه زياده هحاول اشيلها، احوش شويه حاجات لرمضان. كل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.